انت بقى مين يا محمد؟ انت مين؟ على فكره انت اتنفخت ان الاسطوره واسد مش عارف انت يا ابني ولا حاجه، ولا حذرتك لما جيت لنادي الزمالك قلت لك يا محمد السكه اللي انت ماشي فيها دي نهايتها الدمار. انت بتدمر نفسك، انت وصلت مرحله منفوخ. انت بتعمل ايه كده؟ يعني ده انا شفته لابس بدله كلها ذهب. عارف يعني ايه بدله كلها ذهب؟ ده كفر يا ابني. وجيب دولارات ترميها في الميه وبعدين تقعد دي العربيات. محمد اوعى تنسى ان وفاء منصور اختي ادتك في يوم من الايام 20 جنيه عشان تروح بالميكروباص. اوعى، الفقر مش عيب. انا راجل طالع من حواري شبرا ورود الفرج وبلدي بشالوش مركز بتغامر، تمام، واعتز بده، بس ما افتريش يا اخي. ده انا كنت رئيس نيابه ورئيس محكمه واخد جائزه الدوله وايه تاني وعضو برلمان من 25 سنه ورئيس نادي كبير من 20 سنه ومؤلف قانوني. لا، ده كل ما اعمل حاجه مناخيري لازم تنزل. يعني انا مش فاهم، انت معقد نفسيا يا ابني، ما تروح تتعالج يا ابني. انا اللي بقول لك روح اتعالج. وبعدين انت ناسي، انت عندك شيزوفرينيا. ما انت عملت فيديو خليت الريس قال لك هو مين ده؟ لما تقول لي فين السلاح؟ فين الجيوش؟ سلاحنا هيصدي. ده انت اللي صديت. انت اللي صديت لانك تاني يوم عملت عقد بملايين كوكاكولا. يلي كوكاكولا مش انت عملت العقد دون؟ وكوكاكولا دي مؤسسه مشروبات صهيونيه بتمول اسرائيل تقتل اولادنا. انت مع مين؟ هو انت بتاع جيوشنا اللي تحارب ولا بتاع الكوكاكولا؟ يا كوكاكولا. فانا بصراحه، وبعدين انا قلت المسابقه اللي عاملها دي حرام. ليه؟ مفيش حد يمشي يوزع فلوس في الشارع. استر على الناس.